الاهم من السي في الكفر ليتر. شركات كتير بتطلب منك تبعت السي في والكفر ليتر، فانت بتطنش وتبعت لهم السي في لوحده وهم كمان بيطنشوك وترجع تزعل. طب ما تيجي اقول لك النهارده يعني ايه كفر ليتر وازاي تعمله عشان تلاقي شغل بطريقه اسرع. شوف يا سيدي، الكفر ليتر هو الجواب اللي بتبعته للشركه اللي انت عايز تشتغل فيها، والمفروض انك بتقول لهم فيه ليه يختاروك انت بالذات في الوظيفه دي. عارف رسائل الواتساب اللي بتتبعت في الاعياد السند اول دي؟ اهي دي زيها زي السي في بالظبط، ما فيهوش اي حاجه ملفته للنظر. لكن تخيل بقى الرساله اللي مبعوته لك انت باسمك انت فيها كلام خاص بيك انت، هي دي بقى الكفر ليتر. ودوره مهم جدا لانه بيعرف الريكروتر ان انت عامل ده مخصوص ليه، فبالتالي بيدي له اهتمام اكتر. طب ازاي بقى نكتب الكفر ليتر؟ خلينا اختصرهم لك في 6 نقط. اول حاجه تاريخ وبياناتك، اسمك، عنوانك، رقم الموبايل وايميلك. تاني حاجه تسلم على اللي هيقرا الكفر بتحيه فورمال زي مثلا دير مستر كذا. تالت حاجه بقى اول باراجراف، وده بتكتب فيه الوظيفه والشركه وانت ليه عايز تشتغل معاهم. رابع حاجه بقى تاني باراجراف، وده باختصار بيع نفسك. اكتب مهاراتك وخبراتك وانجازاتك وما تشتتش نفسك، خليك في حاجه واحده. خامس نقطه هي تالت باراجراف، وده الكلوز. اقفل البيعه، يعني تكتب عن مهاره انت شاطر فيها من خلال الجوب ديسكريبشن بتاع الوظيفه دي وانت حاسس انهم بيدوروا على حد فيه المهاره دي. سادس حاجه في الكفر ليتر اقفل حلو، يعني تشكرهم على وقتهم وتقول لهم قد ايه انت مهتم بالوظيفه. وبس يا سيدي، هتجيلي انت بقى زي حزلقوم وتقول لي اعمل ايه؟ انا بقى مش هقول لك اعمل الصح، هسيب لك في الكومنتس اكتر من موقع عليهم كفر ليترز خطيره.